السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مجددا في قناة شهيوات عليا للمبتدئات. اليوم ان شاء الله غنديرو بيتزا سهله ورائعه جدا، كتجي بحال ديال برا، بحال ديال الريستوران. كنحتاجو في المقادير زلافه ديال الدقيق فورس، ما يعادل تقريبا واحد البيتزا كبيره، يعني الا بغيتو ممكن تدوبلوا المقادير. عندنا 3 المعالق ديال زيت الزيتون، 3 ملاعق. عندنا بيضه واحده، وعندنا ملعقه كبيره من الخميره الفوريه. ثم السر باش كتجي لينا العجينه ديال البيتزا بحال ديال الزنقه، كنعجنوها باللبن، اللبن وماشي الماء وماشي الحليب، اللبن مخلطه مع شويه ديال الماء، تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال الماء دافي، واللبن راه بارد، راه ما دفيتو ما حتى حاجه. بالنسبه للصلصه كنحتاجو طماطم وحده كبيره من الحجم الكبير محكوكه او مطحونه. كنحتاجو الزعتر، هذا غنخليوه حتى الاخر باش نزوقو به ديال لا ديكوراسيون. معلقه كبيره ديال مركز الطماطم، 2 حكاك ديال الثوم، انا غنديرها بالثوم، والتوابل باش غادي نتبلو لاصوص ديالنا اللي هما عندنا معلقه كبيره ديال الفلفل الحلو او التحميره، راس معلقه ديال الثوم المجفف، راس ملعقه، راس ملعقه ديال الابزار او الفلفل الحار، راس ملعقه ديال السكنجبير، ملح حسب الذوق، الكركم حتى هو راس ملعقه، والقزبر المجفف حتى هو درت منه غير راس ملعقه. وعندنا الزعتر غادي نخلطوه حتى هو مع الصلصه، يعني واحد معلقه صغيره ديال الزعتر فقط. هادشي اللي كنحتاجو في المقادير. وطبعا الفرماج، عندي الموتزاريلا هنايا والفرماج احمر. تابعوا معايا مراحل التحضير. اذا اول حاجه غنديرو الدقيق، طبعا غنغربلوه، ثم غادي ناخذوا ماء دافي، غادي نديروه فوق، نكبو على الخميره حتى تذوب على هذا الشكل، حتى تذوب لينا الخميره. نحركو كيف ما كتشوفوا. ثم غادي نخويوه فوق الدقيق بهذا الشكل. ثم نضيف القليل من الملح، شويه نضيف القليل من الملح، ما خاصش الملح تكون قريبه من الخميره. ثم بعد ذلك نضيف بيضه، كنخلطوا العناصر، زيت الزيتون حتى الاخر عاد غادي نزيدها ان شاء الله. ثم غنبدا نجمع العجين ديالي باللبن. والعجينه ديالنا طبعا كالعاده كما سبق لي وانني قلت لكم خاصها تكون مرخوفه، يعني راه الفيديوهات السابقه راه شفتوا الطريقه ديالي في العجن، تكون العجينه مرخوفه باش تجينا سهله في الطرق. اذا كنبقى كنزيد في اللبن حتى كنحصل على ديك العجينه اللي بغيت.
بحال كنعجنو بالماء اولا كندلكو بالماء. بهذا الشكل كنزيد شويه ديال اللبن. راه المذاق كيجي عادي، راه ماشي تقولوا اللبن لا اللبن وكيفاش غادي يكون المذاق ديالو ولا هذاك الشيء، راه كيجي عادي بحال عاجنينها غير بالماء. ثم كندلكو العجين. ثم بعد ما كندلكوها كنزيدوا ليها الزيت، زيت العود او زيت الزيتون في الاخير صافي. وكنجمعها بزيت العود، ندلكها شويه غير حتى تدخل معاها هذيك الزيت. نعاود نقولها، راه هادي غير قياس بيتزا وحده كبيره. اذا انا جمعت البيتزا ديالي، جمعت العجين عفوا. دابا غادي نغطيها بابي سوفوريزي او بلاستيك غذائي حتى كيتضاعف الحجم ديالها صافي. عاد كنوجدوها عاد كنسرحوها باش نديروها في الفران، ونتلاقاو ان شاء الله باش نقادو الصلصه ديال الطماطم. اذا بالنسبه للصلصه كنديروا الطماطم، الا بغيتو ممكن تزيدوا الطماطم. انا ما كتعجبنيش بزاف، يعني ما كتعجبنيش جاريه بزاف الصلصه. كنزيدوا المركز ديال الطماطم، كنضيفوا واحد شويه ديال زيت لوسيور او زيت العود اللي بغيتو. انا غندير اليوم زيت لوسيور غير واحد شويه، راه كيف ما كتشوفوا قياس غلاقه هكاك صافي. كنديروا التوابل اللي سبق لي وقدمت صافي، وكنبداو نحركوا. المهم اللي عنده القزبور ديروا القزبور من الاحسن. انا ما بقاش عندي فدرت غير هذاك المجفف اليابس، فاللي عنده يديرو صافي. المهم كنبداو نحركوها بحال هكذا حتى كتبدا دير هذوك الفقاعات، كنسدو عليها باش ما تطيرش لينا على المكان اللي داير بها، حيتاش هي كطير كتبقى كطير صافي. اذا كيف كتشوفوا الطماطم ديالي راه نشفت من هذاك الماء اللي كانت طلقات فاش طحنتها. اذا صافي الصلصه ديالي هي واجده، وندوزو ان شاء الله باش نكملوا البيتزا ديالنا. اذا البيتزا ديالي ها هي راه ضعف الحجم ديالها. نحيدوها، كنحيدوها من اولا. غادي نديرو الدقيق على مكان العمل، سطح العمل.
صافي كنبداو نخرجوا من هذاك الغاز. بهذا الشكل كنسرحوها بالدقيق، ماشي بالزيت ماشي بالزبده، بالدقيق. صافي كنعاود نفرش ثاني الدقيق، وكنحاول نسرحها بالدلاك، من الاحسن بالدلاك باش تعطينا داك الحجم اللي بغينا. اذا انا سرحت العجينه ديالي وغنديرها في هاد الطاوه. غادي ناخذ القياس ديال هاد الطاوه وغادي نحيد هاد الزوائد اللي هنايا انها جات لي كبيره بزاف. اذا انا حطيت البيتزا ديالي على اللاطه فاش غنديرها او الطاوه او اي حاجه عندكم، كنتقبعها بالفرشيط باش ما تنفخش. كندير ليها الطماطم صافي، وكنبدا نبسط الطماطم على البيتزا. ثم كنضيف فخوماج موتزاريلا وكنخلي شويه نديرو من الفوق. هنا معليش. عاد كنبدا ندير الطون. واحد العلبه ديال الطون انا خليتها بالزيت ديالها، وواحده اخرى حيدت منها الزيت باش من بعد نكب الزيت فوق البيتزا باش يجي مزيان هذاك لوغو ديال الطون. عاده كندير معاها فلفله حلوه والبصله دايزين في شويه ديال الزبده. هاد المره فضلت نديرها غير بالطون بوحدو. صافي كنزيد الاخرى. اذا هذا هو اللي خليته بالزيت ديالو. ممكن ديروا حتى الكروفيت الا بغيتو. كنتمنى تجربوا الطريقه. انا ما بغيتش نوريكم، ماشي ما بغيتش، يعني ماشي ما كيهمنيش انني نوريكم باش غادي نعمر البيتزا اكثر من ما كيهمني انني نوريكم باش عجنت البيتزا، الطريقه باش عجنت البيتزا والمقادير باش عجنت البيتزا فقط. لان العماره كتبقى كل واحد والذوق ديالو، كل واحد باش كيعمر. ثم كندير الزيتون، يعني اعتذر ما قدمتوش مع المقادير، كنزوق به هكا. انا في هذه الاثناء راني سخنت الفران على درجه حراره عاليه، يعني كنطيبوها على درجه حراره عاليه ماشي مهيله. صافي وكندخلوها كطيب وما نغفلوش عليها، خصنا كل شويه نطلعوا عليها. وانا غادي نزيد الموتزاريلا والفرomاج. بالنسبه للزعتر حتى كطيب عاد كندردر عليها الزعتر.
غادي نزيد ليها شويه ديال الفرماج لانه جاتني الكميه قليله، فانا غادي نزيد الفرماج. لان هذه هي البيتزا ديالي وجدت. دابا كيف ما قلت لكم غادي ندخلها للفران ساخن، يعني درجه حراره عاليه. تقريبا في المغرب اعلى درجه وقيله هي 250 في الفران ديال الضوء، 250 درجه. صافي، وغادي ندخلو غنخليها حتى طيب من التحت، وغادي نبقاو كل شويه نطلعوا عليها من التحت، ناخذوا واحد الموس ونطلعوا عليها من التحت. الا شفنا اللون ديالها تبدل نطلعوها للفوق حتى يذوب هذا الفرماج. الا كنتو كتحبوا انه يتحمر تخلوه حتى يتحمر، خلوه. كنتو كتبغيو يجي غير هكذا كدايب، خلوه حتى الاخر عاد ديروه حتى تبدا كطيب البيتزا، حتى طيب من التحت عاد دردروا الفرماج الاحمر. اذا نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال البيتزا. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا. هانتوما كنرافقها بهذيك الزيت الحاره اللي سبق لي وحضرت في فيديو سابق. انا غادي نقطع واحد المورسو. انا هي راه كتجينا رقيقه، لاباط كتجينا رقيقه وما كتجيش قاصحه. هانتوما انا قطعت وحده، وانتم شوفوا من اللور كيفاش خدات، كيفاش تحمرات. صافي، وكنديروا ليها الزيت. صافي، وكنقدموها بالصحه والراحه. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ديروا لي جيم لاشين ديالي وتابوناو عندي او اشتركوا عندي، وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم اي جديد. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر مع وصفه اخرى. وشكرا بزاف، بسلامه عليكم.